الحمد لله ذي النعم المتتالية، من علينا بنعمة السلامة والعافية. نحمدك ربنا ونشكرك، آمنا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أيها المؤمنون، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر فقال: اسألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. والعافية تعني السلامة الشاملة، سلامة القلب والعقل والجسم. فسلامة القلب نعمة عظيمة، إذ هو محل الإيمان والهدى والنور والتقى. وصاحب القلب السليم أفضل عند الله من الناس أجمعين. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. لذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدعو: اللهم إني أسألك قلبا سليما. وبقدر سلامة قلب الإنسان يكون في الآخرة نجاته. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، إن من أعظم العافية عافية العقل وسلامته. فبالعقل السليم يتفكر المرء في خلق السماوات والأرض، يتفكر في مخلوقات الله وفي قدرته سبحانه وتعالى، فيهتدي بذلك إلى الطريق الصحيح وإلى ما يصلح شؤون حياته ويحقق له النفع في الدنيا والآخرة. قال الشاعر: إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه. فالإنسان يحافظ على سلامة عقله وينميه بالعلوم النافعة والمعارف المفيدة، ويصونه عن كل ما يضره، فيحرص على السلامة الرقمية، ويحذر من السموم الفكرية والصداقات الافتراضية والإدمان على الألعاب الإلكترونية التي تتسبب في خمول الدماغ وضعف الذاكرة، وربما تصيب الأطفال بالتوحد والعزلة وتضعف التحصيل العلمي والتواصل المجتمعي. فاللهم أدم علينا سلامة قلوبنا وعقولنا، ووفقنا جميعا لطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم المنان، رغبنا في الحفاظ على القلوب والعقول والأبدان. والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون، إن سلامة القلب والعقل تكتمل بعافية الإنسان في بدنه،
لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى قائلا: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. فعافية البدن وسلامته من أعظم النعم التي تمنح الإنسان قوته فيستعين بها على طاعة ربه وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعافية الإنسان تقتضي بالاهتمام بالنشاطات الرياضية التي تزيد من قوته البدنية والنفسية وتنمي قدراته الفكرية والعقلية، فالعقل السليم في الجسم السليم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا غيثا هنيئا مريئا واسعا شاملا نافعا غير ضار. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.